شايفين البطوط ده اللي فوق الموبايل؟ تقريبا دي اكتر حاجة كيوت انا عملتها. هقول لكم ازاي عملته. اول حاجة جبت الاير دراي كلي ده او عجينة السيراميك، بس ده شركة جوفي اول مرة اجربها. طلعت حتة كده عشان ابدأ اشكلها، وطبعا قفلت الكيس كويس قوي، وجبت لون اكريليك اصفر، وقررت بقى ان انا هلون العجينة علشان افضل اشكلها، بس لقيت اللون فاتح قوي مش الدرجة اللي انا عايزاها، فبدأت أشكل وقلت هلون في الآخر خالص بعد لما تنشف. وعشان ننعم السطح أو نخليه متساوي كده بنبل صباعنا مية وبنفضل نحرك عليه. خدت مقاسه من على الكفر علشان بعد كده هثبته، وبعد كده عملت الفيونكة. طبعا عملتها باللون العجينة عادي لأن زي ما قلت لكم هلون في الآخر. حددت تفاصيل الفيونكة، بعد كده ثبتها من فوق وحاولت أظبط شكلها وأزود كام حتة كده، وعملت كورتين للرجل وثبتهم. بعد كده عملت البق برضو وثبته. سبتها تنشف لتاني يوم. هي في العادي مش هتاخد الوقت ده، بس احنا في الشتاء ولازم نحترمه عادي جدا. وبدأت بقى ألون بالشكل اللي أنا عايزاه. لونت اللون الأصفر الأول لكل البطوطة، وبعد كده لون اورنج للبق وللرجل، بعد كده لون بينك للفيونكة، والظهر طبعا لونته. ظهر الفرشة عملت لها العين وحطيت لها بلاشر كده خفيف وبنيل بوليش شفاف. بدأت بقى اغطيها علشان تدي اللمعة الأخيرة دي، ولما اتأكدت ان هي نشفت حطيت دبل فيس وثبتها على الكفر، وشكلها الأخير مش طبيعي. انا مش عايزه احط الموبايل اصلا علشان تفاصيل الرجل وباقي البطوط كده، بس حطيت الموبايل عادي، ولما حطيته حسيته بيعمل لي باي باي كده.